كان كل يوم في مسجد في الخليج، في كل يوم يجلس من صلاة الظهر إلى المغرب في بيت الله ما يطلع. شايب ايش عنده؟ شو وراي أنا؟ هذه الدنيا عندي. يمسك المصحف من صلاة الظهر يقرأ إلى صلاة العصر، يروح يجدد وضوءه ويرجع في مصلى في الصف الأول إلى صلاة المغرب، ثم يفطر يروح البيت ويرجع صلاة التراويح. من أول رمضان ل20 رمضان على هذه الحال. في 20 من رمضان المؤذن ينقل قصته، كل سنة هذه حالة. في 20 من رمضان يقول جاني يسلم علي قبل صلاة العصر جاي يأذن، قال توصي على شيء؟ قلت له ها عسى ما شر. قال العادة احنا رايحين الحرم نعتكف. شايب راح يعتكف بالحرم 10 أيام الأخيرة، وال20 الأولى في بيت الله. هكذا رمضان عندهم. يقول فقلت له الله يسهل عليك لا تنسانا بالدعاء. وكعادته يجدد الوضوء لصلاة العصر. يقول المؤذن أقمنا الصلاة، صليت العصر، بعد الصلاة التفت وينه؟ طيب يصلي العصر ويروح، شلون سافر قبل ما يصلي؟ أذن. يقول استغربت. يقول ذهبت إلى الوضوء وجدته مستلقي. يقول حركته فاضت روحه إلى بارئها. ومن مات وهو صائم فقد وجبت له الجنة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. العام الماضي عندنا بالكويت في العشر الأواخر وهو يقوم الليل في سجدة من السجدات، الإمام رفع رأسه، أما هو فلم يرفع رأسه في جوف الليل الآخر، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. على هذه الحال قبض الله روحه. وفي ليلة 27 في المسجد النبوي في سنة من السنوات كان أحد المصلين في ليلة 27 وين؟ في المسجد النبوي، الصلاة ب1000، يصلي خلف الإمام في آخر الليل صلاة القيام، وهو في سجوده رفع الناس رؤوسهم لكنه ما رفع رأسه. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هنيئا لنا إذا دخلنا رمضان، والله هنيئا لنا. ابدأ رمضان بتوبة، توبة نصوح من كل الذنوب والمعاصي. لا تقول لا إذا جاء رمضان أتوب، لا، توب من الحين. سمعتم قبل 4 أيام، قبل أسبوع، حادثة اللي وقعت أظن أحد المناطق ما بيسميها، شاب سكران أخذ صديقته على الفجر، شوف وقت الصلاة لا صلى ولا صلت، أخذ زميلته وإذا به سكران هارب من بيتها بسرعته، دخل تحت الشاحنة، الفتاة تفحمت من فورها. تخيلوا كيف تلقى الله، الله يتوب عليها، الله يغفر لها. أما هو في المستشفى بين الحياة والموت. أي حياة ضيعوها. نعمة إذا أدركت رمضان. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، توبوا إلى الله توبة نصوحا. لا تقول أنا كل سنة أتوب وأرجع مرة ثانية، خير إن شاء الله. هذا ابن آدم، ابن آدم يتوب ويرجع، يعصي ويعود، طبيعة البشر، كلنا هكذا. لكن اعزم في رمضان هذا تتغير. قل يا رب خلاص، يا رب قبل ما يدخل رمضان تبت إليك. من تاب تاب الله عليه، تائب من الذنب كمن لا ذنب له. أبو لبابة سوى جريمة، صحابي لكن فعل خطأ كبير، خيانة. أنزل الله في آية لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. أنزلت في من؟ في صحابي اسمه أبو لبابة. ايش سوى؟ النبي صلى الله عليه وسلم طالع بعد الأحزاب رايح حق بني قريظة يقيم فيهم حد الله، لكن قال الأمر سر لا أحد يعلم. أبو لبابة ايش سوى؟
أبو لبابة راح حق بني قريظة خدعوه. اليهود خبث، طلعوا الأطفال والشيوخ والنساء يبكون، وكان حليفهم في الجاهلية. قالوا يا أبو لبابة ماذا تنصحنا؟ ما الرأي؟ ايش راح يسوي فينا محمد؟ فأشار يعني القتل للرجال، خلاص حكم الله. أفشى السر، فأنزل الله لا تخونوا الله والرسول تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. علم أنه خان الله ورسوله. ايش سوى؟ راح مسجد النبي، ربط نفسه بالسارية، قال اربطوني والله لا أحل وثاقي حتى يأذن لي رسول الله. أنا اللي سويته جريمة كبيرة. فقالوا حق النبي صلى الله عليه وسلم، قال أما أنه قد فعل فلينتظر أمر الله، أنا ما أسوي له شيء خلاص، لو جاءني لاستغفرت له لكن ما جاءني، ينتظر حكم الله فيه. ترى الفعل اللي فعل أبو لبابة كبير، يعني ضر الأمة، أفشى سر النبي، لكن ندم، لكن علم أنا بشر في النهاية، أنا إنسان أخطأت، ما هرب، رجع إلى الله، الله الغفور الرحيم. ربط نفسه في السارية وظل فترة من الزمن لا يفك وثاقه إلا لقضاء حاجة أو صلاة، ما يتحرك، حابس نفسه. تقول أم سلمة في ليلة من الليالي رأيت النبي في آخر الليل يضحك. كان ليلته عند أم المؤمنين أم سلمة، يقول رأيته يضحك، فقلت ما الذي يضحكك يا رسول الله؟ أضحك الله سنك، يقول لنا عشان نضحك معك، استانس معك. قال يا أم سلمة قد أنزل الله التوبة على أبي لبابة، الله تاب على أبي لبابة. النبي صلى الله عليه وسلم فرحان. قالت أفلا أبشره؟ قال بشريه. دخلت أم سلمة المسجد قالت يا أبا لبابة أبشر بتوبة الله عليك، أبشر بتوبة الله عليك. قام الصحابة ليفكوا قيده، قال لا حتى يأتي رسول الله وبنفسه يحل وثاقي. أنزل الله وآخرون اعترفوا بذنوبهم، لا تصر، اعترف واندم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. تاب الله على من؟ على أبي لبابة. اعترف بذنبه، اعترف أول ليلة وانت بالسجود وانت رافع ايدك في القنوت، لا تصر، اعترف، فإن رمضان شهر التائبين، شهر الرحمات. للصائم دعوة لا ترد. قال بعضهم هي عند الإفطار، جاء في الحديث حين الإفطار، هذا في بعض الروايات، حين الإفطار الله أعلم، قبل الإفطار، أثناء الإفطار، بعد الإفطار، استغل الوقت قبل الإفطار بالدعاء. بعض الناس ما يقوم من النوم إلا أذن، راحت عليه. بعض الناس تلفزيون لين يأذن، راحت عليه. بعض الحريم اللي قاعدين يسمعوني مسكينة تطبخ ليه أذن وهي في المطبخ، راحت عليها. طيب حتى لو تطبخين استغل اللسان بالدعاء، استغل اللسان بالذكر حتى وهي تطبخ. يفترض أيها الرجال نخفف على النساء في رمضان، ترى مو بس على النساء، حتى الخادمات، يفترض حتى الخادمات في رمضان نخفف عليهن، لأنها مسلمة تريد أن تصلي، تريد أن تقرأ القرآن. بعض الخادمات تصدقون بعد الفطور تغسل المواعين، يمكن خلصت التراويح لحين ما خلصت. شنو هذا؟ ايش طابخين؟ ايش ماكلين؟ كل هذا علشان صيام؟ أي جوع حاشنا، حتى الجوع ما في ذاك الجوع، لكن نريد أن نملأ الأعين أحيانا قبل البطون. احرص في رمضان ليس فقط على الجود، على الكرم، على القرآن، على قيام الليل، على الصدقات، على المكث في المسجد. علموا أولادكم، علم نفسك وأولادك. رمضان نجلس في المسجد إما بين العصر والمغرب، أو بين الظهر والعصر، أو بعد التراويح ساعة، أو قبل الفجر ساعة. نعلم أولادنا أن يكون الواحد منهم قلبه معلق بالمساجد. إذا ما تعلق القلب بالمساجد في رمضان فلن يتعلق بالمسجد.